يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبسوطه قوي، حابه اشكركم جدا على الفيديو اللي فات ده. اول فيديو انا احس من جوايا ان انا بجد اتشجعت قوي بيكم. اول فيديو عندي يجيب مشاهدات عاليه كده، من غير اي دعم ومن غير اي حاجه. كان الفيديو اللي عدى. مبسوطه جدا جدا جدا، وحابه اشكركم قوي والله العظيم، فتحتوا نفسي جدا ان انا اشتغل تاني في القناه. بص، انا كنت بعمل فيديو من هنا واجري من هنا، يعني فيديو واحد وبقول لا مش بيحقق حاجه، وبحس ان انا يعني الموضوع، بحس ان هو بحس فيه بالفشل كده. بس بعد كده بلاقي يعني بجد والله العظيم بتفرحوني قوي. النهارده بقى نبدأ الروتين ده مع بعض. ده روتين بقى في المطبخ كده. اليوم ده كان من اوله بقى نزول سوق، واشتريت حبة حاجات للبيت. انا مش من عادتي ان انا بنزل كل يوم السوق او كل اسبوع او انا بشتري حاجتي على قد استخدامي، ولما الحاجة بتخلص سواء خلصت بعد يوم بعد اتنين بعد تلاتة. لو في حد نازل، يعني انا عندي جيراني وعندي والدتي وكده، لو حد نازل بيقضي لي طلباتي انا، يعني كده كده انا مش بحب نزول السوق. لو في حد بينزل بيقضي لي حاجتي معاه تمام. لو بقدر ان انا انزل بنزل. لو بقى ما فيش حد خالص فبنزل بقى وبروح شاريه كل حاجتي اللي انا محتاجاها بالمره. انا كان بقالي فتره من قبل رمضان مش بشتري فراخ خالص، غير ايه مثلا ممكن فرخه بالطلب كده، لما نكون عايزين اشتري وراك اشتري بانيه اللي هو حاجه واحده. فانا كنت على طول بعمل مشتريات للشهر عندي، ان انا بشتري الفراخ بتاعتي وبحطها بقى طول الشهر استخدم منها، وبالنسبه لي بيبقى اسهل. يعني بالنسبه لي بتعب يوم وبعد كده برتاح بقية الشهر. وبعدين بيبقى البيت برضو اسمه فيه خير واسمه فيه لو حد جالك على غفلة او كده، بتبقى انت ايه مدبرة امورك، بتطلعي يا دوبك على طول، بيبقى الدنيا سهلة بالنسبة لك. والموضوع ده برضو موفر جدا، يعني غير ان انت تشتري فرخة بتعمليها في ساعتها وخلاص الموضوع خلص. فانا اليوم ده قلت لا، خلينا بقى ننزل. نزلت الصبح بدري قبل ما اغسل مواعين دي وقبل اي حاجه، قلت ان لو وقفت اغسل وكده هكسل ان انا انزل. فخلاص بقى طالما نويت فاتكل على الله كده ايه، وانزل اشتري حاجتي. نزلت اشتريت الحاجه اللي انا عايزاها كلها، وعديت كمان جبت خضار وجبت فاكهه، وبعد كده طلعت. قلت خلينا بقى ايه نخلص من الحوض. المواعين مش كتيره، بس انا الحوض بتاعي صغير فبيبان. انما هما زي ما انتوا شايفين كده كانوا حاجات بس العشاء من قبليها بيوم. فيا دوبك على طول رحت ايه، قلت خلينا ايه نغسل عشان نفضي الحوض ده. انا النهارده كل شغلي على الحوض اللي هو اللي في المطبخ ده وعلى الرخامه. هو يا دوبك هنعمل بقى الفراخ بتاعتنا، ونشوف اشترينا ايه مع بعض من الخضار برضو. بس نظبط الدنيا هنا الاول. انا عندي غسالة الاطباق مش بشغلها كل يوم او كل غسله او انا لما بيكون بس عندي عزومات، او لما بحس ان انا مش عايزه اقف على المطبخ. انما انا في الصيف ده بصراحه بحب ان انا اغسل ايه في المواعين. فكده كده الجو حر او بصراحه انا صيف وشتاء بحب اقف ان انا اغسل، يعني مش بيشغلني قوي. يعني انا عندي احب المطبخ اكتر من اي حاجه بره في الشقه. بصوا بقى هنا قربت اخلص اهو. بدات ان انا ايه الملم كده كل الاطباق اللي عندي والكوبايات طبعا الاول، وكل الاطباق كده ما بقاش في حاجه في الحوض. الفراخ لو قعدت بره كتير في الحر ده طبعا اكيد هتعفن ومش هتبقى حلو. فانا اول حاجه هبدا بالفراخ، بحيث كمان ان انا هعمل غدا تبقى الفراخ بتاعتي اتنقعت. ده بقى بواقي اكل كده كنت عاملاه طاجن، فاللي هو كان بتاع العشاء اللي كانت المواعين بتاعته. فرحت مفضياه كده برضو في طبق صغنن. هو لو فضل في الطاجن كده مش هيتاكل، انما لو حطيته في الطبق الصغنن ده كده وحطيته لهم قدامهم هيفضلوا ينقنقوا فيه، فالموضوع هيخلص يعني. غسلت كمان بقى الرخامه بتاعتي زي ما انتوا شفتوا في الاول خالص. انا ببدا بالرخامه بتاعتي دي اللي بيبقى عليها المواعين، لان الصفايه دي بتركم ميه كده، فبتبقى الميه ريحتها مش حلوه. فلو انت حطيتي عليها بقى المواعين على طول بتخلي الريحه عندك في المواعين نفسها مش حلوه، والريحه في المطبخ كله مش هتبقى حلوه. وكمان مسكت الفوطه بتاعه المطبخ دي او اخر حبه صابون مواعين كده بروح حطاهم عليها. هي اصلا نظيفه، يعني انا بمسك بيها بس. فغسلتها كده واديتها كام شطفه نظيفه، وبعد كده عندي كده زي شماعات فوق فحطيتها تتصفى، بتنزل الميه بتاعتها كلها على الحوض. بصوا بقى هنا نوريكم انا اشتريت ايه. اول حاجه دي كانت الوراك. انا مش بشتري فراخ كتيره، لان احنا مش بناكل الفرخه كلها. احنا عامه انا وولادي بناكل ايه الوراك اكتر من اي حاجه. واشتريت 2 كيلو بانيه، كيلو نصين، وهقول لكم دلوقتي اشتريت كده ليه. وكيلو لوحده حتى هتلاقوا يعني مش نفس بياع الفراخ، مش نفس الراجل. ده لون وده لون. والشنطه اللي جنب البانيه دي فيها فرختين كبار. برضه هقول لكم اشتريتهم ليه. دول كانوا 3 كيلو و600
جرام اللي هم الفراخ. وبرده يا جماعه كل واحد بيشتري على حسب استهلاكه واستخدامه. احنا بناكل الفراخ اكتر من اللحمه، يعني انا وولادي بعمل لحمه باكل لحمه انا بس. فدول برضو مش يعني مش بتوع مشتريات شهر، بس انا ممكن يقعدوا عندي يقلوا عندي على حسب جالي ضيوف هطلع وهعمل. فانا مش عارفه دول هيقعدوا معايا قد ايه. فانا بشتري لما يعني بيجي لي قبضي او بيجي لي فلوسي، فبنزل اشتري على قد اللي انا محتاجاه او على قد اللي انا ايه، يعني بوزن ورك 2 3 بشوف انا محتاجه قد ايه وبجيب. فهنا بقى بدأت ان انا انضف الوراك الاول. الوراك عشان كبيرة انا ما بفضلش خالص الوراك الصغيرة، بتوزن معاكي عظم وكلام من ده، وما بيبقاش فيها بركة كده، تحسها بتكش في الحل. ده بقى لو عايزة تقطعيه تلاقي 2، اللي هو الجزء التاني اللي هو بتاع الدبوس ده، اللي هو الجزء التاني من الورك، لو عايزة تقطعيه 2 3 ممكن تقطعيه، بس انا بحبه كده 2، يعني بحبه هو نص والدبوس نص. بدأت بقى ان انا انضف واشيل اي حاجة كده انا شايفاها اي زفارة كده فيها او اي دهون. الجزء اللي ورا ده بشيله خالص بالسكينه، بقطعه بالدهون بتاعته، وبطلع زي ما انتم شايفين اللي هي الكبد والفشش دي ما بيبقاش ليها اي لازمه. يعني بحاول ان انا انضف الفرخه. اي حاجه بقى انت عينك شايفاها ان هي مش حلوه، بصوا هي بتبقى مسألة أذواق، وبتبقى مسألة يعني الناس اللي بتحب تاكل ده انت ممكن ما تحبيهوش، انا احبه. فهي بتبقى مسألة يعني أذواق. فأنا بحب أنضف الفرخة بتاعتي كده على أكمل وجه، ومبحبش أي ريش فيها طبعا ولا أي حاجة من دي بتغير طعم الشوربة وتعمل ريم مش حلو، وريحة الشوربة كمان. ده غير ان الشوربة كمان ممكن تعفن معاكي بسرعة، يعني الشوربة دي هتلاقيها حمضت معاكي، فلازم تنضفي الفرخة كده، تشيلي كل حاجة منها. أنا بشوف ناس كتير بصراحة ممكن تاكل الكبد أو الفشش دي، بس أنا عمري ما حبيت ان أنا ايه يعني أكلها أو كده، بس هو في الأول في الآخر هو أذواق. فانا نضفت كده. طبعا انا محضره بقى جنبي الناحيه التانية طبقين مصفى، طبقين كبار كده غواط، عشان اقدر ان انا انقع الفراخ بتاعتي دي في محلول النقع بتاعي. بصوا لما بتشيلي الفراخ اول لما بتجيبيها كده وتبداي تطلعي تغسلي، بيبقى الموضوع صعب، وبتلاقي الريحه بتاعت الفرخه مش حلوه لان انت شلتيها بزفرتها كلها. انما بقى يعني على عكس لما بتيجي تنضفيها كده كلها من الاول وتشيلي بقى بصوا انا بعمل ايه في الدبوس، بشيل كل الزلال ده. يعني ما بتشيلي كده كل الزلال اللي من تحت الابيض ده اللزج ده، وبتنضفيها كده، وبعد كده يعني تحطيها في محلول النقع بتاعها. بتلاقي الفرخه كده لما بتيجي تطلعيها يا دوبك تفك شويه، وعلى الحله تديها شطفيه صغيره كده وعلى الحله، لان انتي غسلاها غسله محترمه ومنضفاها. ده غير المحلول بتاعها بيخلي ريحه الزفاره كلها بتاعتها مش موجوده. بصوا انا مره واتنين يعني بحطها كده تتشطف، وبعد كده بشيلها. هحطها دلوقتي هنقعها. دي بقى كانوا الفرختين، بصوا على قد ما هما يعني كل فرخه 2 كيلو وشويه، بس تحس ان الفرخه ما فيهاش بركه. يعني لما بجيب الفرخه كده على بعضها، لا ما بحسش ان بحسها ما فيهاش لحم يعني. برضو نضفتها بنفس الطريقه. وبرضو بقى الزور كده بروح شايله الجلد بتاعه كله، لان انا مش بحب الجلد ده. والقلب ده بفتحه من النص واطلع كل الدم اللي فيه. والكبد والقناصه برضو في نفس الطريقه بروح ايه شطفاهم كده شطفه كويسه محترمه، وانضف القناصه بتاعتي كويس. وبعد كده بشيل. طبعا الرجول دي انا مش بستخدمها في اي حاجه، هو نسي وحطها لي، انا كده كده بقول له ما يحطهاش، فانا كده كده انا مش بستخدمها. برضو على حسب انتي عايزه ايه. بشوف ناس كتير بتاكلها وما عنديش اي مشكله في ده، يعني اللي عايز ياكلها او بيحب ياكلها ينضفها برضو ويقطع الضوافر بتاعتها دي كده ويحطها معاه. بس فغسلت بقى شطفت الحوض كده مطرح الدهون اللي اتراكمت عليه، وبرجع بقى ايه انزل بالفراخ بتاعتي. انا هنا بقى هعمل محلول النقع بتاعي. لو عندك حبه جنزبيل كده ممكن تحطيهم في المحلول ده، بيبقى حلو قوي. لو عندك جنزبيل على دقيق ممكن تحطيه على الفراخ دي وتشطفيهم الاول شطفه حلوه، وبعد كده تشطفيها تاني من الدقيق، وبعد كده تروحي ايه حاطه عليها المحلول ده. فزي ما تحبي. فانا النهارده حطيت ملح وليمون ونقطه خل. انا عندي الفراخ بحط عليها ملح وليمون وخل، انما البانيه مش بحط عليه خل، ممكن احط عليه ليمون بس، لان لونه بيغير وبيفتل كده، وتحسي ان هو ايه اتهرى شويه من الخل. فمن المفضل يعني عندي ان انا بعمل المحلول ده بملح وليمون وخل. ممكن تحطي بقى لو عندك وحدتين فلفل اسود ورقتين لورا، بيخلوا برضو المحلول بتاعك احلى. بحطهم كده يتنقعوا ساعة بالظبط، يعني ممكن ساعة او نص ساعة مش اكتر من كده، عشان برضو ايه الجو حر زي ما احنا ما بنقول، فانا مش عايزة ان هي تقعد كتير في قلب المية وفي قلب درجة الحرارة دي. شلت البانيه لاني انا كنت عايزة الحق اعمل الغدا بتاعي، شلته في التلاجة وبرضه هنتبله ايه مع بعض.
بس قلت يعني لما نخلص. وبعد كده طلعت بقى اوريكم اشتريت ايه من السوق. اول حاجه البتنجان ده هعمل منه بابا غنوج، اشتريت نص بس مش عايزه اشتري كتير عشان ما يقعدش عندي ويبوظ. واشتريت كيلو ونص من البطاطس كانت عامله 10 جنيه. انا بحب البطاطس اللي هي فيها نقطه حمراء دي جدا، بحبها يعني، فلقيتها فاشتريتها. جبت بقى خضار هنا مشكل، هتشوفونا دلوقتي اهو، خيار وطماطم وفلفل رومي، واشتريت كمان ربطه من البقدونس. بصوا وانا بطلع الخيار هو ما شاء الله عليه بيخلص، انا بجيبه مش بلحق ان انا اعمل سلطه. على قد ما انا يعني عيالي بيحبوا الخضار فبقول دي حاجه مفيده، فبديهم على طول ايه، بشتريه بس عشان هم يفضلوا ينقنقوا فيه كده. وكمان اشتريت، لقيت الراجل كده معدي بالموز ده. الموز ده كنت اشتريت منه قبل كده، وسبحان الله اول مره اجيب موز الاقيه بيقعد فتره كده ما بيتبلش بسرعه. فجبت منه كده 3 كيلو، لا يا ربي 4 كيلو موز، كان ب10 جنيه فاشتريت. ودخلت الهايبر بقى مخصوص عندي عشان اشتري الخوخ ده. خوخ بلدي فمسكر يعني وكده، كذا حد جابه قال لي حلو، وبنتي كانت عايزه خوخ فقلت بدل ما يعني الهايبر تحت البيت عندي، فجبت على طول. وبعد كده بقى طلعت اشتريت الخضار من بره، لاني لقيت الخضار في الهايبر مش حلو، ما عجبنيش. وانا في الهايبر اشتريت كمان الفلفل الاسمر ده كان عليه عرض، مفروض ان ب 160 بدل 200 حاجه و20، فاشتريت انا بقى ربع. وكمان اشتريت معايا نصين كده رز بسمتي، كنت شاريه نصين من فتره، واشتريت نصين تاني يعني كيلو، لان عليه عرض ب41 جنيه ولقيته حلو جدا. والرز الابيض اشتريت 3 كيلو. طول ما انا عندي حاجات في البيت ومعايا فلوس ما ببخلش برضو، ان انا لو لقيت حاجه عرض ممكن اجيب كيلو 2 كيلو برميهم كده بحتاجهم في وقت ايه تاني. الرز ده اشتريته ب29 جنيه، والحبايه بتاعته كانت حلوه وشكلها حلو. وبعد كده اشتريت ب13 جنيه ربع الفلفل الرومي اللي هو الحراق اللي انا وريته ده، قصدي الفلفل الحراق اللي هو الشطه ده الارناؤوطي. وبعد كده وريتكم كمان الشكاره بتاعه الطيب. الشكاره بتاعه الطيب دي 7 كيلو، انا عندي في قلب العلبه اللي انا حطاها، بس اشتريت واحده عشان كان عليها عرض وانا بستهلكه وعارفه ان انا كده كده لا غنى عنه، وبقالي فتره بستخدمه احسن من اوكسي. حسيت اوكسي اتضرب خالص، وبالنسبه لسعر التايد فالتايد احسن وريحته احسن بصراحه. فدي 7 كيلو كانت عامله مش عارفه 240 245 حاجه زي كده. بس فركنتها كده عندي ادام معايا فلوس بحاول ان انا اشتري حاجه من اللي انا بحتاجها على طول، وممكن تضلعني او ممكن يبقى سعرها ايه بيغلى. فزي ما انتوا شفتوا كده حبه حاجات كلها انا هستخدمها في البيت. وبعد كده بقى جبت الخوخ ده على على الحوض كده، اديته بقى حبه يعني شطفايه كده على الحوض سريعه بملح وخل. طبعا انا كنت غاسله الحوض في الاول خالص زي ما شفتوا عشان ايه زفاره الفراخ والكلام ده، لا فانا شطفت الحوض كويس قوي. وبعد كده شطفت الخوخ بتاعي كمان من الملح والخل ده كويس جدا، انا مش بنقعه، انا يا دوبك بديله شطفايه كده محترمه عشان اي بقى رش عليه او الكلام ده كله. فهم كانوا اساسا في الوقت ده كانوا هيتجننوا، يا ماما عايزين خوخ، يا ماما عايزين خوخ، اقول لهم والله هشطفه. فشطفته كده واديت لهم هم برضو ينقنقوا فيه عقبال ما انا ايه ابدا في الغدا على طول. النهارده بقى هعمل معاكم صينيه بطاطس تحفه، انا من عشاق صينيه البطاطس، انا بحب البطاطس في كل حالاتها، مهروسه محمره صينيه محشيه، كل حاجه بحبها بصراحه. فانا هنا طلعت 3 4 بطاطسيات كده كانوا من قبلها بيوم يعني، حتى مش من الجديده. هقشرهم بقى كده معاكم ونعمل بقى احلى صينيه بطاطس من غير صلصه طماطم خالص، وبتبقى طعمها تحفه. قلت هعمل بقى ايه غدا خفيف بحيث ان انا اخرج اشوف اللي ورايا برضو، لو غسيل لو غدا الغدا لو ترويق شقه لو كده. فانا كان بقالي كام يوم مقصره معاهم قوي في موضوع الغدا ده، بعمله متاخر. قلت لا خلينا بقى اليوم النهارده نعمل كده، وبعد كده نبقى نشوف اللي ورانا. ده غلط جدا ان انتي تبداي في الشقه وتسيبي الاكل ده. فقلت لا خلينا نخلص الاول الاكل بتاعنا، وبعد كده على رواقه بعد ما اتغدى بقى كده والعيال كمان يبقوا واكلين وشبعانين، عشان ما يفضلوش كل شويه ماما ماما ماما، نبقى ايه نبقى نشوف الشقه. قطعت كده البطاطس، غسلتها قشرتها قصدي وغسلتها وقطعتها. قطعتها اتخن من المعتاد سيكه صغيره، لان هي تستوي منها فيها كده مع الفراخ، فبحب ان انا اقطعها اتخن شويه بحيث ان هي تبقى يعني ماسكه نفسها لما اسويها مع الفراخ، ما تبقاش انهارت يعني. بس وبعد كده شلتها كده حطيتها في ميه، وغسلت كمان الطبق ده عشان نعمل ايه نشطف الفراخ كده في الاول بتاعتنا من الملح والليمون. جبت المصفى، طبعا بديها شطفه محترمه مره واتنين يعني اتاكد ان الخل والملح والليمون كله خلاص، والفراخ بتاعتي بقت زي الفل ونظيفه. دول فرختين، انا مش هاخد النهارده من الفراخ اي حاجه اللي هي الوراك، انا هاخد كل اللي انا عايزاه من الفرخه يعني، يا دوبك هطلع كده بمقدار فرخه واعمله النهارده مع الغدا بتاعنا.
طلعت بقى فرخة كده من اللي انا صفيتهم في المصفى بتاعتي، وهبدأ اجهزها بقى ايه للتتبيله بتاعتي المحترمه دي اللي انا ايه هعملها. هتطلع طعم الفراخ معاكم تحفه، يعني هتطلع معاكم طعم الفراخ في حته تانية وطعم البطاطس في حته تانية. لو انت بتعملي صينيه البطاطس بالفراخ فاحب اقولك ان دي لا، مش هي دي صينيه فراخ بالبطاطس. يعني الفراخ فيها بتكون اكتر من البطاطس، بس حقيقي هي خرافه بصراحه، بتبقى كلها شاربه من بعضيها كده وبتكون تحفه. في عزومه في اي حاجه هتشرفك فعلا لان هي طعمها خطير. انا كده فتحت الفرخه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالسكينه عشان التتبيله ان انا هعملها تدخل في كل جزء في الفرخه. هنا بقى بعد ما صفيت الفراخ جبناها بقى على الرخامه التانية كده. بصوا بقى نزلت عليها بايه، ده خضار مشكل، بصل متقطع يعني رفيع، وثوم مفروم، وعليهم كمان فلفل اخضر. شوفي انت اي خضار بتحبي تحطيه. عايزه فلفل حراق بتبقى طعمها تحفه احلى كتير، بس انا عشان اطفال وكده مش هقدر ان انا احط ده. ونزلت بيهم على الفراخ بتاعتي، وبعد كده حطيت ربع كوبايه من صوص الباربيكيو، وربع كوبايه من كاتشب. ممكن تحطي كاتشب حار او كاتشب عادي على حسب ذوقك. وبعد كده بحط حبه صغيره كده، ربع فنجان صغنن من الصوص الصويا صوص. وحطيت كمان ربع كوبايه من الزيت، زيت نباتي بقى، زيت فاتح كده يكون حلو. وبعد كده نزلت بالبهارات دي ملح وفلفل اسمر وبابريكا، وكاري، توم باودر، بصل باودر. بصوا كل البهارات اللي بتحبيها. حطيت رشه كمون. طبعا بتظبطي بقى انتي بهاراتك زي ما انتي بتحبي، بس دي اساسي. حطيت توم باودر وبصل باودر وكاري، وحطيت كمون، فلفل اسود، يا رب اكون ما نسيتش حاجه كده. وبعد كده حطيت كمان مكعب مرق فركته كويس جدا، وبعد كده نزلت بيه على كل الكلام ده. بصوا هي قمر من غير ما احطها في الفرن، هي كده تتاكل يعني ما شاء الله عليها. بصوا الشكل كده. هحاول بقى ان انا بايدي كده ادخل كل التتبيله دي في قلب الفراخ. انا عايزه الفراخ بتاعتي احس ان هي اتبلت كويس قوي. لو انت بقى مش مستعجله عليها ممكن تغطيها ببلاستيك ستريتش وتحطيها في التلاجة نص ساعه بس، تحت الشبك، تحت الفريزر على طول كده نص ساعه. وبعد كده بتطلعيها تحطيها ترصيها في الصينيه. في الاول كده ببدا ان انا احط الفراخ برصها تحت خالص، وبعد كده بحط البطاطس هي اللي فوق في نص التسويه. وهوريكم دلوقتي انا بطلع الفراخ فوق تتشمع، وبعد كده ايه بحط بقيه البطاطس. حطيت بقى كل التتبيله كده وسبت حبه صغيرين عشان اجيب البطاطس اللي انا قطعتها. بصوا هي المفروض الصينيه دي عشان تبقى صح يعني معموله صح بتبقى البطاطس اقل من كده كميه البطاطس، بس بصراحه احنا بنحب البطاطس جدا فانا عملت كميه كبيره. يعني هي المفروض اصلا بتبقى البطاطس نص كميه الفراخ اللي عندك، يعني مش بتبقى مغطيه الوش كله. بس انا زي ما انتم شايفين استعبطت كده ورحت ايه حطاها كلها. يعني حطيت بطاطس بكميه اكبر شويه بحيث ان احنا بنحب البطاطس، وعندي بنتي الصغيره برضو بتحبها، فحطيت كميه اكتر شويه بس برضو طلع طعمها تحفه. بعد كده على طول جبت 3 طماطميات كده زي ما انتم شايفين. هما كانت طريه شويه، مش يعني ما استخدمتش بصراحه من الطماطم اللي انا كنت لسه جايباها. دول كانوا عندي في التلاجة فطلعتهم استخدمتهم هما الاول. والمفروض ان هي بتتعمل بزيت بس انا حبيت ان انا ادلعها شويه كده، بحب ان انا اشم ريحه السمنه البلدي، فحطيت يا دوبك زي ما انتم شايفين بالشوكه كده كام حته صغيره. لو انتي ما عندكيش ما فيش مشكله خالص، ممكن تحطي هو الزيت بس بيخلي طعمها قمر. وقصيت كمان حته ورقه زبده كده على قدها، وبعد كده ايه غطيتها بالورق الفويل. كتمتها بقى كويس كده، وممكن تدخليها الفرن على طول على درجة حرارة عالية. انما انا حطيتها على البوتاجاز شوية من فوق، وبعد كده ايه طلعتها هدخلها ايه على الفرن. بصوا كتمتها بقى كلها كده ومشغلة الفرن بتاعي اثناء ما انا احطها على البوتاجاز من فوق، يعني عايزة الفرن بتاعك يكون حامي. وبدأت بقى على طول وانا واقفة اشتغل في الرز بتاعي. ده نص من الرز اللي انا جبته. الرز ده ب 42 وشوية، يعني حاجة لا تذكر بصراحة بالنسبة للرز البسمتي. هو الحباية بتاعته اقل شوية في الطول، يعني مش طويل جدا، بس هو طعمه تحفة ومفلفل وجميل وبيقضي نفس الغرض. بالنسبة لسعره هو جميل جدا. فانا غسلته وبعد كده رحت حاطه عليه ايه زي ما انتم شايفين كده كاتل المية السخنة، وهغطيه واسيبه بالظبط نص ساعة. عقبال ما انا اكون خرطت بقى البصلاية بتاعتي وحطيتها ايه في الحلة. زي ما انتم شايفين كده الجزء بس ده اتقطع. حطيت سمنة على زيت، وبعد كده حطيت بصلاية مقطعاها صغيرة. هو ده بس كل اللي عملته، حطيتهم ايه على النار. وهبدأ اول لما يعني اقلب فيها كده واحس ان هي بدأت تدبل سيكة صغيرة، اكون انا محضره البهارات بتاعه الرز البسمتي بتاعي. هيطلع معاكي رز ناجح وتحفه. محدش هيدوق الرز ده لما يقولك زي بتاع المطاعم بالظبط.
بدات ان انا اقلبه. بصوا يا جماعه، انا والله انا عملت الرز ده كتير، كنت كل مره مش بحب طعم الرز البسمتي، لحد بقى ما سالت جاره، ومش عيب ان انتي تسالي يعني، جارتي وكده واختي، لقيتها بتعمله حلو. بس يعني كان في سيكه عندها صغيره كده، ان انا بحس ان هو محتاج تسويه اكتر، ففي ناس بتحب الحاجه محتاجه تسويه اكتر وفي ناس لا. بامانه عملته بطريقتها تحفه جدا. زي ما انتم شايفين، اول لما البصلايه احمرت سيكه صغيره بس يا ميرو، حطيت عليها حبه كركم، معلقه ونص كده كبار، وحطيت عليها الليمون المجفف اللي هو اللومي، وعود من القرفه، وبعد كده ورقتين لورا، وكمان حطيت سيكه صغيره من بهارات الفراخ، وما تسالونيش ليه، لاني بامانه انا بحبها، وحطيت كمان مكعب مرق. انا بحس طعم البهارات بتاعه الفراخ دي، انا نسيت اقول لكم ان انا حطيتها على صينيه البطاطس، بس حقيقي هي طعمها حلو جدا، وبيدي طعم حلو جدا. البهارات دي كنت شاريها من كارفور، من الناس اللي هم السوريين دول، متهيألي اولاد عوف او حاجه زي كده، فكانت جميله. هبدا بقى ان انا اجهز الميه بتاعتي تسخن في الكاتل زي ما انتم شايفين، عشان اشرب الرز على طول. واول لما البهارات بتاعتي دي كلها تشكشك كده في قلب البصله، واشم ريحه البهارات، هنزل بالرز ايه بتاعي، طبعا بعد ما صفيته. هصفيه كويس من الميه هنا. بصوا بعد ما نقعته، هو ما جرالوش اي حاجه، بس ولا هيعجن منك ولا يعني هيبوظ منك. فانا ايه، صفيت كده كل الميه فيه، وهنزل اشوحه بس سيكه صغيره، مش عايزه اشوحه كتير عشان ما يلزقش منك، لان هو منقوع. فبعد كده قلبته بس تقلبتين كده، وبعد كده نزلت بقى ظبطت كل الميه بتاعته، بدات ان انا اقلب فيه، عشان البصله من تحت والبهارات بتاعته كلها تبقى ايه، مندمجه كده مع الرز. وبعد كده ايه، هروح مغطيه عليه. ظبطت حتى الحدق بتاعه، الملح بتاعه، طبعا احنا حاطين مرقه فلازم تدوقيه تشوفي الملح بتاعه بقى قد ايه. فظبطت الملح بتاعه كده، وهغطيه بقى واسيبه لحد ما ايه يتشرب. بس على ما يتشرب كده ظبطت دنيتي هنا، وبدات ان انا امسح الرخامه بتاعتي. بصوا انا عايزه اشيل كل حاجه مكانها، كنت مطلعه البهارات، وطلعت بقى صينيه البطاطس ايه كمان من الفرن، من على النار. بصوا هوريها لكم هي كده ايه، استوت 3/4 تسويه. استوت بقى 3/4 تسويه، حطيت لها حبه ميه صغيرين، يا دوبك شقشقه ميه كده صغيره، وهبدا ان انا ادخلها الفرن 3 دقايق ولا 5 دقايق بالظبط. بعد ما دخلتها الفرن، رحت شايله ايه، شايله الورق الفويل ده، وهسيبها بقى تحت الشوايه تاخد اللون الحلو بتاعها، واطلعها لكم اوريها لكم في الاخر، هتبقى تحفه. هرجع بقى للرز هنا تاني هوريهولكوا. بصوا الرز كان كده خلاص اتشرب، هو قرب ما هيتشرب هروح جايبه انا بقى ايه بودرة الزعفران بتاعتي، عشان اديله اللون التاني. انا بحبه ملون، يبقى لونين في بعض. فالزعفران هو انت ممكن على كده هو حلو جدا زي بتاع المطاعم ورز اصفر، بس انا بحب اللي هو بيبقى لونين على بعض، ده بيبقى مشكل، بيبقى تحفه، وكمان ولادي بيحبوا ياكلوه. قبل بقى ما اجيب الزعفران، جبت لكم الفراخ الاول كده اوريها لكم، بعد ما عبيتها بقى في اكياس كانت اتشطفت، وزي ما انتوا شفتوها كده اتشطفت، وكنت حطاها في المصفى تتصفى كويس جدا، مش عايزه فيها ميه. حطيت الفراخ بتاعتي على قد ما يعني القطع اللي انا بحتاجها بقى 3 2 في قلب الكيس على قد الوجبات، وبرده الكبد والقوانص بتاعت الفرختين مش هيعملوا لي وجبه، وحطيتها من ضمن الفراخ. لو جايبه فراخ كتير كنت ممكن ايه حطيتها، وبحط كل قطعه صدر كده لوحدها، بحيث ان انا لو جالي ضيوف، زي ما قلت لكم انا هقول لكم ليه انا دلوقتي بقول لكم اهو، انا جبت فراخ عشان لو جاي لي ضيوف مش بياكلوا الوراك، هقدر ان انا اطلع صدر مع الوجبه دي، واحطها ايه للضيف اللي جاي. بس حطيت بقى حبه الزعفران على نقطتين ميه كده من الكتل، ولونت بيهم الرز بتاعي، ومش هقلب دلوقتي ايه خالص. ظبطت كده الميه بتاعتي، بصوا الزعفران اصلا بيعمل في ايدي ايه. حطيته كده، وهبدا ان انا اغطي الحله تاني، واستنى بقى لحد ما يكمل التسويه بتاعته، وبعد كده هكشف الغطا عليه كده هو استوى عندي. بصوا انا بدوقه عشان اتاكد ما فيهاش مشكله خالص، لما تدوقي الرز بتاعك او تدوقي الحدق بتاع الحاجه بتاعتك، عشان تطلعي الاكل بتاعك مظبوط. طبعا احنا بنتعذب في رمضان بسبب الكلام ده. بس فبصوا بقى قلبته بقى هنا، الرز بتاعي بقى شكله تحفه، والتسويه بتاعته مظبوطه قوي، وريحته مش قادره اقول لكم، وغلب بتاع المطاعم. بس انا حسيت ان انا كترت الزعفران عشان اول مره استخدم الزعفران ده. بصوا بوريكم ان هو مفلفل، فانا ان شاء الله المره الجايه ممكن اقلل شويه اللون، يعني الزعفران ده اقلله شويه صغيره. لو انت بتحبيه اصفر بس ممكن ما تحطيش، تستغني خالص عن قصه الزعفران دي، وتحطيه هو بس ببهاراته كده. بس غرفت بقى كده الطبق زي ما انتوا شايفين مفلفل، فمش عايز يتحط في القالب، بيفرفر كده، اللي هو الرز اللي هو
بصوا خطير بصراحه. وبعد كده طلعت لكم الصينيه. بصوا انا هنزل لكم التليفون عشان تشوفوا شكلها، ولا القمر بتاعها، ولا الصوص بتاعها بالبصل. طعمه مش قادره اقول لكم الطعم ده عامل ازاي. طعم الفراخ بالبطاطس رهيبه. هطلع لكم بقى اوريكم الفراخ قد ايه دايبه وقد ايه مستويه مظبوط قوي، وتاكليها كده بالشوكه يعني متفصصه عن بعضها. يعني يا دوبك تطلعي دبوسه، تطلعي اي حته فرخه في دول، وصدر كمان تلاقيها تحفه. هوريها لكم دلوقتي كده. بصوا ده ورك اهو. انا نفسي اوريكم هي بصوا من تحت عامله ازاي. انا طلعت بقى في النص كده الفراخ فوق عشان خاطر تنزل تحت الشوايه تتشمع. ايه روحي. بصوا وريتها لكم كده دايبه دوب. بصوا العظمه لوحدها عامله ازاي. بصوا والله طعم الفراخ والتتبيله تحفه. اتمنى تجربوا الوصفه وتكون عجبتكم وتكون خفيفه على قلوبكم. ما تنسيش تنزلي تحت تدوسي على علامه الاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد او وصفه انا بنزلها. ويا ريت بقى لو انتي مشتركه عندي في القناه تنزلي تحت تدوسي علامه اللايك وتسيبي لي كومنت حلو منك، لان ده اكبر دعم منك ليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.